السلام عليكم. معكم فدوى من قناة فدوى بالله شانيل. كنتمنىكم كاملين تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة يا ربي. عواشر مباركة ورمضان مبارك، والله يدخل عليكم بالصحيحة وبالسلامة باش كتمناو يا ربي وبالشفاء كل واحد مريض. انا عرفت راسي غبرت عليكم ملي رجعت لكم عاوتاني رجعت لكم بوصفة جديدة اللي هما هاد المعسلات ديال رمضان كيجيو زويونين ولذاذين بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه. هذه سهله، ما كتاخذش اليدين بزاف وما كتاخذش مقادير بزاف، وكتوجد في الحين. زعما الا عكستيو على الشباكيه هذه كتعوضها شويه. حتى هي فيها المقادير نفس الشيء اللي كديري في الحلوى الشباكيه ديريها حتى في هذه، وكتجي فتيه وطريه. وندوزو المقادير معاكم ما نطولش عليكم. عندي هنا 3 ديال الكيسان ديال الفورس، عندي هنا 2 كيسان ديال الزنجلان، هنايا نص كاس ديال الزبده مذوبه، نص كاس ديال المزهر مع شويه ديال الزعفران شعره، كاس معامر ديال الماء، عندي خماره وحده، شويه الملحه، عندي معلقه كبيره الخل، معلقه صغيره ديال القرفه، وعندي 2 معالق ديال الزيت، وعندي معلقه كبيره مخلطه ما بين النافع والحبه حلاوه. تقدروا تعجنوها بيديكم، تقدروا ديروها في العجانه، داكشي اللي كيرجع لكم. المهم غادي نديروا النواشف هي الاولى في البول اللي غادي ندير فيه في العجانه. داكشي غيتخلط كيف قلت لكم، تقدروا تخلطوها غير بيديكم حتى هي كتجي سهله. بالنسبه للقرفه ما تكثروهاش، ديروها غير معلقه صغيره ما عامراش. انا هنا درت خماره وحده، كاين اللي ما كيضيفهاش كامله، انا فضلت نديرها كامله باش كتنفخ ليا داك لهاد المعسله. هذه كتجي زوينه حتى هي كتعطي فيها منظر زوين. تقدري ديري فيها 2 شكيلات، تقدري ديري غير بالشكيل هذا على حسب. المهم غادي ندير داك معلقه كبيره ديال الزيت نباتيه. دابا غندوزو للسوائل. عندي هنا معلقه كبيره ديال الخل كيرطب العجينه وكيخليها فتيه ورطبه. عندي هنايا الزبده مذوبه تقريبا نص كاس. من بعد غادي نضيف داك المزهر تقريبا حتى هو نص كاس، مع شويه ديال الزعفران شعره. تقدروا ديروه الا كان عندكم، ما كانش عندكم ماشي ضروري. هي اصلا كتعطي داك اللون ديالها ذهبي ملي كتقلى وكتحمر في الزيت، ملي كطيب في الزيت. بالنسبه للماء انا هنايا ما ضفتش الكاس كامل، تقريبا ضفت تقريبا النص ما كاملش. على حسب كي قلت لكم الدقيق. انا هنايا درت 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الخاص بالحلويات، باش كطلع لكم هاد المعسله حتى هي زوينه ولذيذه. كنتمنىكم عاوتاني تكونوا بخير وعلى خير. انا عارفه راسي غبرت عليكم مي انا رجعت لكم عاوتاني ان شاء الله. كنتمنىكم انكم تشجعوني مازال باش نعطيكم المزيد ونحط لكم فيديوهات ان شاء الله. صافي هنايا غادي نخلي هاد المعسله ديالي ترتاح واحد الساعه. رجعت جمعت الكوزينه والروينه وهذا رجعت ليها. كيف قلت لكم هي ساهله مهله. انا قسمتها على 2 كرات وبديت كنطلقها. في الاول طلقتها بلا ما ندير الفورس، ولكن انني فضلت نديرو حيت بدات كتلصق ليا شويه. تقدروا ديروا مايزينا، ولكن من الاحسن ديروا الفورس، ولكن ما تكتروش. غادي تشوفوني انا راه ما كترتش بزاف، درت غير شويه. وبالنسبه للطابع انا جبت هذا، تقدروا ديروا ما كبر منه، تقدروا ديروا ما صغير على حسب الحجم اللي بغيتيو. انا درتو تقريبا متوسط، ما كبير ما صغير. بالنسبه للطريقه ديال الطي ديالها كديروا فحال هذا الشكل هكا، كتجي ساهله مهله، وكتجمعيها من الجناب ومن التحت، وكتجي سهله حتى في دغيا كتسالي العجينه، دغيا كطويها كامله، ما كتاخذش الوقت، ما كتاخذش اليدين. انا تقريبا ما بين العجينه وما بين جمعتها وقليتها وعسلتها ما كملتش ساعه المكانه. والله لا زوينه كتجي، وفي المذاق روعه ما نوصفش لكم شحال جات زوينه. كنتمنى انكم تجربوها. انا العام اللي فات درتها على شكل بليغات، هاد العام فضلت نديرها على هاد الشكل هذا.
الجديد. راه كل عام كتعرفوا كل عام كيخرج الجديد. ما بغيتش نطول عليكم مازال في الفيديو، بديت كنزرب فيه شويه وكنختصر وكنوريكم الطريقه مازال كيفاش كتجي الطي ديالها. كتجي زوينه بزاف بزاف وسهله وعمليه، احسن من الحلوى الشباكيه حقيقه. ها الشكل ديالها كيفاش كتجي. من بعد خليتها واحد الساعه د المكانه اخرى، عفوا باش ما نكذبش عليكم، خليتها ساعه المكانه حتى نشفات، حتى جمعات راسها، باش ملي كتبغي تقليها ما كتحلش لك في القلي في الزيت. غير باش نعطيكم هذه النصيحه هذه. على ما وجدت الماكله طياب، راكم عارفين الشقه ديال الدار الوليدات ما شاء الله. قلت خليها ترتاح، وديك الساعات انا كيف قلت لكم تقدروا ديروها على شكل حتى بليغه، ولكن انا فضلت نديرها على هذاك الشكل ديال هاد الشكل وريضه، كيف ما بغيتيو سميوها. المهم هنا دزت المرحله ديال القلي ديال هاد المعسله هادي. كتجي زوينه وسهله حتى بالنسبه للقلي ديالها والتوجد ديالها، زعما ما خداش الوقت بزاف. تقريبا بالحساب درت 2 القليات ونص، ما تعطلتش فيها بزاف. وانتوما هي كتقلى وانتوما كتحركوا في نفس الوقت باش طيب من جميع الجوانب. عفوا قبل ما ديروا هاد المعسله هذه تبدا تقلى، ضروري خصكم تسخنوا في الاول الزيت مزيان، من بعد تنقصوا من البوطه شويه، وهاد تبقاو تقليو فيها وتحركوا فيها حتى كتحمر. ما تخليوهاش تحمر بزاف لان راه مازال كتاخذ اللون في العسل. ملي كديروا في العسل، بالنسبه للعسل انا شريته واجد ما صيبتوش، صافي كنديروا في العسل بارد بلا ما تسخنوا لا زيت لا عسل عفوا لا حتى شي حاجه. خليتها تعسل تقريبا واحد 2 ساعتين اخرى، وهاد صفيتها من داك العسل وصورتها لكم باش تشوفوها كيفاش جات في الاخير. حقيقه كتجي ساهله مهله. بالنسبه منين تبغيو تقليوها، وليو بركو مزيان في دوك الجنيبات اللي كنتو بركتو فيهم من الاول باش ما تحلش لكم مازال، بحال كتزيدوا تزيروهم باش ما يتحلوش في القلي. صافي هنا كيف وريتكم ها هي كيفاش تعسلت ليا، وداك العسل برد فيها وعمرات بالعسل، شربات العسل مزيان. ها كيفاش كتجي زوينه. تقدروا تسوقوها بلوزكم كاسي، تقدروا ديروا لها غير الزنجلان من الفوق على حسب اللي متوفر عندكم في البيت. حقيقه التصوير ما عطانيش حقه، ولكن في المذاق رائع جات بزاف زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وما تبخلوش عليا باللايك وسبسكرايب وتبارطاجيو وتشيريو هذا الفيديو هذا مع صحابكم مع احبابكم. وكنتمنى لكم مره اخرى رمضان كريم، والله يدخلوا عليكم بصحيحه وبالسلامه، وباش ما كتمناو يا ربي امين. تهلاو ليا في راسكم، ان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.